فيلم غريب لانه من المفترض انه فيلم هوليودي بيتكلم عن الغرب الامريكي، لكن لما تتفرج هتلاقي لا الحبكه ولا بناء درامي للفيلم ولا تناول الشخصيات ولا حتى نهايه الفيلم خاضعين للقوالب المعتاده في هوليود. فمع مراجعه الفيلم الحاصل على 4 جوائز اوسكار والمصنف ضمن افضل 250 فيلم في تاريخ السينما، وهو فيلم نو كانتري فور اولد مين، وهو من بطوله تومي جونز وخفير بارديم ومن اخراج الاخوين كوين. بتبدا الحكايه في مدينه تكساس مع واحد من سكان المدينه دي وهو موس، وفي مره من المرات وموس بيصطاد غزلان وبيطارد واحد منهم، فبيشوف من بعيد مجموعه من العربيات وجنبها مجموعه من الجثث، علشان يعرف بعد كده ان اللي شافه ده هو عباره عن محاوله فاشله لتهريب المخدرات نتج عنها مقتل كل الموجودين. لكن موس بيكتشف ان لسه في واحد عايش وبيطلب منه ميه، لكنه بيتجاهله وبيدور على الفلوس اللي كانت موجوده اثناء عمليه تهريب المخدرات، وبيتتبع اثر الشخص اللي اخذ شنطه الفلوس لحد ما بيوصل له بيلاقي انه مات. فبيفتح الشنطه اللي معاه وبيلاقي فيها فلوس كتير، علشان يقرر بعد كده انه ياخد الشنطه ويرجع لبيته. لكن موس بيفتكر الشخص اللي سابه في الصحراء وبيقرر انه يعمل اكبر غلطه في حياته، وهو انه اخذ جيركن ميه وراح للشخص ده عشان بعد كده يوصل للمكان اللي كان موجود فيه عمليه تهريب المخدرات. واول ما بيوصل للمكان بيشوفوا مجموعه من افراد العصابه واللي بيطاردوه لحد ما بينجح انه يهرب منهم. لكن موس ساب عربيته وبقى من السهل ان العصابه توصل له، فبيروح بسرعه لبيته وبيقول لمراته انها لازم تلم حاجتها دلوقتي وتسيب البيت حالا. وبكده اصبح موس مطارد من العصابات المكسيكيه، واللي اكتر من ده انه اصبح مطارد من اكتر المجرمين شرا ودمويه، وهو المجرم والسفاح انتون تشيجورا. موس بيحاول بكل الطرق انه يهرب من العصابات اللي بتطارده ومن تشيجورا المجنون على وجه الخصوص، لكنهم بيقدروا يوصلوا ليه عن طريق جهاز كان محطوط في شنطه الفلوس، لكن موس بيقدر يهرب منهم بذكاء، والوحيد اللي بيقدر يوصل ليه هو انتون تشيجورا. وبيحصل ما بينهم مواجهه بتنتهي باصابتهم هما الاثنين، وبعد كده هروب موس للمكسيك للعلاج من اصابته. واثناء رحله هروب موس بنتعرف على شخصيه المأمور توم، واللي بيحاول يحل لغز الجريمه اللي حصلت، وبيحاول في نفس الوقت انه يوصل لموس ويحميه من العصابات اللي بتطارده. لكن موس بعد ما بيخف من اصابته بتحصل مواجهه تانية ما بينه وبين تشيجورا، وده بيحصل لما بيهددوا انه لازم يديله الفلوس اللي معاه والا هيقتل مراته. لكن موس مش بيسمع كلامه وبيكلم مراته عشان تقابله ويهربوا مع بعض بالفلوس. ودي هتبقى تاني اكبر غلطه عملها موس، لان العصابات بتبقى مراقبه البيت اللي عايشه فيه وبتفضل وراها لحد ما بتوصل للمكان اللي موجود فيه. وده بيخلينا نشوف نهايه من اكثر النهايات غرابه في تاريخ السينما. في 2007 قرر الاخوان ايثان وجويل كوين تحويل روايه نو كانتري فور اولد مين للكاتب كورماك ماكارثي الى فيلم. الاخوان كوين متعودين دايما انهم يكتبوا سيناريوهات الافلام مع بعض ويخرجوها مع بعض، وليهم تجارب ناجحه جدا في السينما زي فيلم فارجو اللي اتعمل سنه 96 واللي اخذ جايزتين اوسكار، وفيلم ذا بيج ليبوسكي سنه 98 واللي حصل برضه على جوائز كتير. لكن يعتبر فيلمهم نو كانتري فور اولد مين هو انجح افلامهم على الاطلاق، وده بسبب الصدمه اللي عملها الفيلم في اوساط هوليوود واللي خلته بعد كده يتعرض لهجوم شديد، وده بسبب تناوله للفيلم بطريقه غير معتاده في هوليوود، وده برضه بالاضافه للنهايه الغريبه اللي انتهى بيها الفيلم واللي خلته مثار للجدل لسنين طويله، وخلت كتير من النقاد تهاجمه في الوقت ده بسبب نهايته الغير متوقعه. وعشان نقدر نفهم الفيلم ونحلله بشكل سليم ونفهم التيمه بتاعته يبقى لازم في الاول نفهم اسم الفيلم ونفهم هو بيرمز لايه. الفيلم اسمه نو كانتري فور اولد مين او لا يوجد بلد لكبار السن. الترجمه الحرفيه لاسم الفيلم مش هتفهمنا اي حاجه، لان المقصود بالاسم هو انه لا يوجد مكان في عصرنا الحالي يسع للناس القديمه، والمقصود بالناس القديمه هنا هم الناس المتمسكه بالقيم والتقاليد والاخلاقيات في مواجهه التحولات الكبيره اللي حصلت في المجتمع الامريكي، واللي خلت المتحكم الاساسي فيه هو المال بعيدا عن اي اخلاقيات او قيم كانت بتحكم المجتمع ده قبل كده. فالمقصود هنا مش الناس العواجيز بشكل خاص، لكن المقصود هنا هو اي حد لسه متمسك بالقيم في مواجهه مجتمع راسمالي متوحش مليء بالعنف وحوادث القتل والسعي وراء المال، بدون الاخذ في الاعتبار فكره القيم والاخلاقيات اللي ما بقتش موجوده في عصرنا الحالي. والشخصيه اللي بتمثل مجموعه الناس القديمه هي شخصيه المأمور توم بيل، واللي عمل دورها تومي جونز. شخصيه توم هي شخصيه متمسكه بالقيم والتقاليد اللي كانت موجوده في الماضي، فهتلاقيه دايما بيحكي عن حواديت وحكايات حصلت زمان كنوع من استحضار قيم الماضي اللي ما بقتش موجوده في الوقت الحالي. I always like to hear about the old timers. Never missed a chance to do so. But I think once you quit hearing sir and ma'am, the rest is soon to follow. وهتلاقيه دايما متعلق بالماضي وامجاد واخلاقيات الماضي، وهتلاقيه دايما في حاله تعجب من العنف الغير مبرر اللي بيحصل في الفتره دي. Here last week they found this couple out in California. They rent out rooms to old people, kill them. Well, they'd torture them first. I don't know why. Maybe their television set was broke. والفكره اللي بيطرحها الفيلم وهي ان شخصيه زي دي اصبح ملهاش اي مكان في عصرنا الحالي، والفكره وصلت لنا بشكل قوي من خلال اداء تومي جونز المليء بالاحباط وملامح وشه اللي هتلاقي فيها اليأس واضح جدا عليه، ده غير رغبته في التقاعد وقناعته التامه بانه ملوش مكان في العالم ده. والفكره دي تم تاكيدها في اكتر من مشهد، واللي منهم مشهده مع عمه في اخر الفيلم.
Loretta tells me you're quitting. How come you're doing that? I don't know. I feel overmatched. What you got ain't nothing new. This country's hard on people. You can't stop what's coming. It ain't all waiting on you. That's vanity. فده بيأكد عجز توم وعدم مقدرته وفشله في التعامل مع العالم الجديد او الاندماج معاه. والاخوان كوين اكدوا على الفكره دي بانهم ما حاولوش انهم يجمعوه مع شخصيات زي تشيجورا وموس في كادر واحد، وكانوا دايما بيحطوه في كادرات لوحده للتاكيد على نفس الفكره، وهي انه ملوش اي مكان في العالم ده. ولو نظرنا للعالم الجديد واللي بيتناوله الاخوان كوين فهنلاقي دايما انهم بيحاولوا يوصلوا لنا انه عالم عبثي بشكل كبير وفوضوي ولا يلتزم باي قواعد الا قاعدتين بس، وهما تصرفات القدر وتعاملنا كافراد مع المواقف اللي بيحطنا فيها القدر. وهنلاقي ده واضح من اول الفيلم. فهنلاقي موس لقى المكان اللي كان بيتم فيه تبادل المخدرات بالصدفه، او ان القدر حطه في الموقف ده، وبعد كده اختياره في تتبع اعمال المخدرات وفكره انه يرجع تاني للمكان فالعصابات تعرفه وتطارده. فكل دي اختيارات خاطئه قام بها موس وتعامل بيها بشكل خاطئ مع اختيارات القدر. فحياه موس او قصته تحكم فيها حاجتين: القدر اللي وداه لحد المكان ده، واختياراته الغلط اللي ادت لموته في النهايه. واكبر دليل على الفكره اللي بيطرحها الاخوان كوين وهي بان عالمنا الحالي هو عالم عبثي وفوضوي لا يتحكم فيه غير عنصرين، وهما القدر وتعاملنا مع اختيارات القدر. واكبر مثال على ده هو شخصيه انتون تشيجورا، لان الشخصيه اللي عملها الممثل العبقري خافير بارديم هي اكبر تمثيل للفكره اللي بنتكلم عنها. وده هياخدنا لنقطه مهمه جدا: هل الاخوان كوين في تناولهم من شخصيه تشيجورا حاولوا انهم يطرحوها على انها شخصيه سفاح مجنون؟ احب اقول لك انك لو اعتقدت انه سفاح مجنون وان هي دي ملامح الشخصيه اللي صناع الفيلم عاوزين يوصلوها للمشاهد فانت اكيد غلطان، لانك لو ركزت شويه هتلاقي ان شخصيه تشيجورا مش ظاهر عليها اي من مظاهر الجنون المعتاده من حركات وانفعالات. تشيجورا مش بيحب منظر الدم ولا بيستمتع بالقتل ولا حتى بيمثل بجثث الضحايا زي معظم السفاحين. ده حتى مش بيقتل ضحاياه بشكل عنيف، لكن بالعكس ده بيقتلهم بطريقه رحيمه وهي مسدس ضغط الهواء، واللي اتكلم عنه المأمور في المشهد ده. You know how they used to slaughter beeves, hit them right there with a maul, truss them up, and slit their throats. Of course, they slaughter steers a lot different these days. Use an air gun, shoots out a little rod about that far into the brain, sucks right back in, animal never knows what hit him. لكن لو ركزت في شخصيه تشيجورا هتلاقيها انها اقرب لآلة الموت، مهمتها الوحيده هي حصد الارواح، او ممكن نقولها بشكل اوضح انه الموت بحد ذاته، او انه يد القدر اللي بتحصد الارواح. فتشيجورا ما تمش طرحه على انه سفاح، بل تم طرحه على انه اداه او آلة ليها مهمه محدده. وشخصيه تشيجورا هي اكبر مثل للعبثيه والفوضى اللي موجودين في العالم، لانه كان مؤمن دايما ان مفيش قوانين في العالم اللي عايشين فيه، وان اي محاوله للاحتماء او الالتزام باي قانون دايما مصيرها الفشل. وده اللي خلاه يسخر من شخصيه كارسون ويل في المشهد ده. If the rule you followed broached of this, of what use was the rule? تشيجورا برضو كان بيؤمن بفكره القدر، وزي ما قلنا قبل كده انه كان بيعتقد انه يد القدر في تنفيذ احكامه. وعلشان كده دايما لما كان بيقابل شخصيات عشوائيه قابلهم بترتيبات القدر فكان بيلعبهم لعبه العمله واللي من خلالها بيقدروا يحددوا مصيرهم، على عكس شخصيات تانية واللي كان بيقتلهم على طول. وده لان اختيارات الشخصيات دي هي اللي حطتهم في مواجهه معاه. فشخصيه تشيجورا بتعتقد انها شخصيه اقرب لملك الموت او يد القدر اللي بينفذ بيها احكامه، وان عدم التزامه باي قوانين وخضوعه لعبثيه الحياه والاقدار هي مصدر قوته. وعلشان كده هنلاقي ان المره الوحيده اللي التزم فيها تشيجورا بالقوانين وهو بيعدي تقاطع في الشارع. ساعتها تشيجورا بص كذا مره لاشاره المرور، وده خلاه يحصل تصادم ما بينه وبين عربيه عدت الاشاره، وخلته بعد كده يظهر في منظر ضعيف ومشوش واكثر انسانيه من المظهر الجاف القوي اللي ظهر بيه طول الفيلم، لدرجه انه طلب المساعده ولاول مره من شابين في مشهد مشابه للمشهد بتاع موس. برضه من ضمن الفكره اللي بيطرحها الفيلم هي ان المحرك الوحيد لشخصيات الفيلم كلها ما عدا المأمور توم هي الفلوس. فالفلوس هي اللي خلت موس يخوض رحلته دي كلها، والفلوس هي سبب الصراعات ما بين العصابات، والفلوس برضه هي اللي خلت الناس تساعد موس. وهتلاقي برضه ان كلمه الفلوس ومنظرها بتتكرر كتير طول الفيلم، وده للدلاله على الفكره اللي بنتكلم عنها. نيجي بقى لتوضيح بعض النقط اللي ممكن تكون مش مفهومه في الفيلم، زي مثلا مين اخذ الفلوس بتاعه المخدرات؟ هل هم العصابه المكسيكيه ولا تشيجورا؟ بالنسبه ليا اللي اخذ الفلوس هو تشيجورا، لانه كان عارف من قبل كده المكان اللي كان بيخبي فيه موس الفلوس، واللي عرفه من الفندق اللي كان موجود فيه موس قبل كده. ده غير انه في القصه الحقيقيه تشيجورا لقى الفلوس وسلام للعصابه اللي وظفته في الاساس. النقطه الثانيه، هل تشيجورا قتل زوجة موس؟ الاجابه بالنسبه ليا لا، لان رفض كارلا انها تلعب لعبه العمله والجمله اللي لقيتها ليه في المشهد ده. Call it. No, I ain't gonna call it. Call it. The coin don't have no say. It's just you. فده خلاه في مواجهه مع نفسه وان هو اللي عليه انه يختار. وبما ان تشيجورا هو اداه لتنفيذ تدابير القدر
مش القدر بحد ذاته. ولو ضفنا لده ان اداه القتل بتاعته ما كانتش معاه، فلا اظن ابدا ان تشيجورا قتل كارلا. ونيجي للنهايه الصادمه اللي في اخر الفيلم، واللي اثارت الجدل في هوليود لسنين طويله. لان حسب تقاليد هوليود، بما اننا شايفين صراع طول الفيلم ما بين موس وتشيجورا، ومن الطبيعي ان موس يفوز في الاخر على تشيجورا وياخد الفلوس ويهرب هو ومراته ويعيشوا في سعاده، او على اقل تقدير تشيجورا يقتله وياخد الفلوس. لكن اللي حصل غير كده خالص، لان بعد الصراع اللي شفناه طول الفيلم، فاللي قتل موس حد تاني خالص، وهم العصابات المكسيكيه، في نهايه عبثيه للصراع اللي كان داير طول الفيلم، واللي شايف انها مناسبه تماما لفكره الفيلم، واللي بتطرح اننا عايشين في عالم عبثي في الاساس. ومع موت معظم الشخصيات الموجوده في الفيلم مع بقاء شخصيه تشيجورا، فده بيأكد على رساله الفيلم، وهي ان البقاء للاقل التزاما بالقواعد والقوانين، والاكثر خضوعا لفكره عبثيه العالم الحالي. ولو ضفنا لده مشهد النهايه الغريب اللي بيحكي فيه المأمور توم احلامه، واللي تفسيرها بانه فشل في الحفاظ على القيم اللي ورثها عن والده، وفشل في الحفاظ على المجتمع من الانحدار، فكل العناصر دي اللي كونت نهايه الفيلم واللي اثارت غضب هوليود في الفتره دي، فهي من وجهه نظري مناسبه تماما، وبتاكد على فكره الفيلم، وهي اننا عايشين في عالم عبثي تحكمه الفوضى ولا يخضع لاي قواعد، وان العالم ده لا يوجد فيه مكان للرجال القدامى المتمسكين بالقيم والاخلاقيات والقواعد. وبس كده. سلام.